اليوم بداية الخريف، أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية. أهلا بكم. يبدأ اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف فلكيا، والذي يعد فصلا انتقاليا ما بين الصيف والشتاء، حيث ينقلنا من درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة إلى الانخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار. وبحسب التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، فإن التوقعات تشير إلى أن فصل الخريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار خلال الفترة التي تشهد فيها البلاد موجة من حالة عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية. وقالت هيئة الأرصاد أنه من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تتهيأ الفرصة لتكوين السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء. وبحسب التنبؤات فإنه في بعض الأحيان سوف يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي لسقوط الأمطار الغزيرة، حيث من المتوقع خلال الخريف هذا العام أن تزيد فرص تشكيل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد. وقالت هيئة الأرصاد أن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف. وأوضحت أنه من سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة قد تصل لحد الضباب أحيانا، وذلك في بعض الأيام في الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية. وأوضحت أنه سيتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي، مشيرا إلى أن هذا البيان هو إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.